بيبدأ الفيلم وبنعرف إن ويل بيدي حقنة للقرد عشان خاطر تخليه ذكي وبيلاقي نتائج إيجابية على القرد، ولكن بيلاقي مرة واحدة القرد بيقعد يكسر في المستشفى، فبيقرروا يقتلوه وبيعرفوا بعد ما بيقتلوه إن هو كان بيدافع عن ابنه الصغير وإن هي كانت قردة وكانت حامل، فبيقرر ياخد الطفل الصغير ويربيه عنده في البيت وبيلاحظ عليه علامات الذكاء وبيدي أبوه نفس الحقنة اللي اداها للقرد، ولكن بيلاقيها بتجيب نتائج إيجابية مؤقتة مع أبوه. حالته بتتحسن ولكن بعد وقت قليل حالته بترجع تاني للأسوأ. وبعد ما بتمر سنين بيكتشف ويل إن سيزر القرد اللي رباه مستواه في الذكاء عالي وبياخده يوديه الغابة عشان خاطر يقعد في مكان أوسع. وبعد كده بيروح وفي يوم بيكون سيزر بيبص من الشباك وبيكتشف إن أبو ويل في راجل بيعامله بطريقة وحشة، فبيتعصب سيزر وبينزل يتخانق معاه وبياكل صباعه. وبتشوف الناس اللي موجودة وبتبلغ عنه الشرطة، والشرطة بتشوف إن هو خطر وبيقرروا يحبسوه وبيقولوا لويل إن هم هيعاملوه بطريقة حلوة جدا، ولكن مجرد ما بيمشي ويل بيكونوا بيكدبوا عليه وبيعاملوا القرد بطريقة سيئة وبيحبسوه في قفص صغير مش في مكان واسع ومكان كويس زي ما كانوا متفقين مع ويل. وتاني يوم بيخرجوا سيزر من القفص الصغير وبيودوه نفس الساحة الكبيرة، ولكن بيكتشف إن هي مليانة قرود وإن أغلب القرود دي كلها بالليل بتتحبس في نفس المكان. وبيتخانق سيزر مع واحد منهم ولكن بيدخل الحرس وبيضربهم هما الاتنين. وبعدها سيزر بيتعرف على قرد موجود هناك وبيتكلموا مع بعض لأن القرد ده بيكون هو الوحيد اللي بيفهم فيهم لغة الإشارة، وبيقولوا إن هو كان موجود في السيرك زمان عشان كده بيفهم لغة الإشارة، وإن القرود اللي موجودة دي كلها غبية وهو الوحيد اللي ذكي. وبعدها بيجي ويل اللي ربى سيزر عشان خاطر يخرجه، ولكن سيزر بيتفاجئ ان هو ما بياخدهوش وبيسيبه ويمشي، فبيسعى لسيزر وبيتأثر وبيمسح الصورة اللي كان راسمها في السجن واللي هي شبه الشباك اللي كان عايش فيه في بيت ويل، وبيقرر يفتح الباب ويهرب، ولكن ما بيرضاش يمشي. بيقرر انه يخرج القرد الكبير ويخرج القرد اللي ضربه وبيضربه. وتاني يوم بيقعد سيزر مع صاحبه بيقول له ان القردة كلهم مع بعض هيبقوا اقوياء جدا واحنا لازم نهرب ونبقى مع بعض، ولكن بيرد عليه بيقول له ان الباقيين كلهم اغبياء. فبيفكر سيزر انه ياخد الحقنه اللي خدتها امه زمان وبيفتحها وبيخلي الدخان بتاعها يروح للقرود كلها عشان كلهم يبقوا اذكياء، وبيهربوا كلهم من السجن. وبيعرف ويل الخبر، ولما بيروح هناك بيتاكد فعلا ان سيزر مش موجود وبيلاقي بقيه القرود كلها هربت، وبيقول لهم انا عارف هو هيروح فين. وبيروح سيزر على المستشفى هو والقرود اللي معاه وبيكسروا المستشفى وبيهربوا، وبتقوم فوضى كبيره في المدينه وبيهربوا كل القرود اللي كانت موجوده في المستشفى، وبيتجهوا كلهم ناحيه كوبري معين عشان يوصلهم للغابه، ولكن بيكتشفوا ان اخر الكوبري ده فيه شرطه. فبيقرر سيسر انه يخلي قرود تعدي من تحت الكوبري وقرود من فوقيه، وقرود هتهجم على الجيش على طول. وبيروح ويل وبيحاول يوقف سيزر، ولكن سيزر ما بيرضاش وبيكمل. وبيلاقوا مره واحده طياره طلعت عليهم وبتضرب عليهم نار، وبيهجم القرد الكبير على الطياره وبيكسرها ولكن بيموت. وبيدي سيزر اشاره لصاحبه ان هو يرمي الطياره في الميه ويسيبهم يموتوا، وبيروح للغابه وبيحاول ويل ان هو يلحقه. وبيقابل ويل قرد والقرد بيضربه، ولكن سيزر بينقذه في اخر لحظه. ويطلب ويل من سيزر ان هم يروحوا له البيت، ولكن سيزر بيرد عليه وبيقول له سيزر الان في المنزل. فبيستغرب ان سيزر بيتكلم وبيفهم من كلامه ان هو خلاص مستحيل يرجع معاه البيت تاني، فبيقرر يسيبه ويمشي. وبينتهي الفيلم على كده، وسلام.